مساء النور. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عالم الندوي المتنوع. رمضان مبارك سعيد، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديالتي في تحضير الحريرة المغربية، وكذلك الطريقة ديالتي في تحضير الصوبة ديال الخضار. غادي نشارك معكم هاد جوج ديال الاقتراحات، نتمنى انهم يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم. فخليكم معنا نشوفوا المقادير وكذلك الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحريره، عندي هنايا كيلو الا ربع ديال الطماطم اللي سلقته وطحنته، زولت ليه القشره ديالته كلشي قبل ما نطحنو، يعني مصفي كلشي. بالنسبه للحم ديروا الكميه اللي بغيتيو، وعندي واحد جوج كيسان ديال الحمص اللي مفزقين، ونصف كأس ديال العدس حتى هو يعني بيدته في الماء ليلة كاملة باش هكا ملي كيطيب يعني ما كيتحل ما حتى شي حاجة، كيبقى بهذا الشكل هذا. واخا كيطيب كيبقى محافظ على الشكل ديالو، ضروري انكم تبيتوه ليلة في الماء. وعندي شبانية صغيرة ديال القزبر والمعدنوس والكرافس، كلهم مقطعين، راني مخلطه كل شيء. هذه هي الكميه اللي درت. وبصله صغيره مشلطاها. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملحه، الخرقوم اولا الكركم، شويه ديال التحميره اولا البابريكا، سكينجبير اولا زنجبير. انا كيف ما كتشوفوا راه دايره يعني كميه كبيره ديال الحريره، شويه ديال الابزار، وعويات ديال القرفه. انا كندير هاد العويات ديال القرفه هذا، فهو كيعطي واحد البنه زوينه في الحريره، كتجي الصراحه رائعه. وشويه ديال السمن، ضروري ما كندير هاد شويه ديال السمن في الاول مع داك العويات ديال القرفه والكرافس. صراحه الحريره ديالتكم كتشم من راس الدرب، صراحه كتجي رائعه جدا بهاد الطريقه هذه. صافي، كان من بعد ما وضعت المكونات كاملين فغادي نوضعها على النار، نخليها على الاقل واحد 5 ديال الدقائق، غير كينسجموا المكونات وصافي. يعني الحريره ما كيف ما كتعرفوا ما كيدار فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، ما كتقلى ما والو، غير شويه هكا وصافي. حيت المكونات كلها كانوا عندي في المجمد. وكندير الماء غليان، تقريبا هنا درت 2 يطرو ونصف. كيف ما شفتوا الطنجره عندي كبيره ودايره مقادير اللي هما كتار. صافي، وغادي نسد عليها ونخليها طيب. ومن بعد ما طابت ليا الحريره، المكونات كلهم طابوا، يعني العدس، الحماص، هذوك اللحيمات اللي درت. غادي نضيف الشعريه. انا هنا دايره الشعريه ماشي الشعريه ديال الصفه، الشعريه الغليظه، يعني الشعريه العاديه. وعندي 2 معلقات ديال مركز ديال الطماطم، يعني خففتهم بالماء. وبالنسبه للدقيق، يعني انا ضفت، غادي نضيف الدقيق مع الماء، فضروري كل واحد يدير يعني الكميه بالضبط. ما غاديش نقدر نقول لكم شحال، لان كل واحد وكيفاش كيبغي الحريره. كاين اللي كيبغيها ثقيله، كاين اللي كيبغيها خفيفه. المهم انا درت 3 ديال المعلقات كبار، ودرت ليهم 2 الكيسان ديال الماء، كأس ونصف عفوا ديال الماء. صافي، وحركتهم مزيان حتى انسجموا. صافي، وكنخلي الحريره تطيب باش كطيب الشعريه والدقيق.
هذه هي الحريرة ديالتنا. شوفوا معايا كيفاش كتجي من بعد ما طابت المكونات كامله، الدقيق، الشعريه. كنضيف شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الكرفس، هادو كنضيفهم في الاخير حتى كطيب الحريره، عاد كنضيفهم باش كتبقى ديك النسمه ديالتهم وكيبقى حتى الشكل ديالهم يعني باين في الحريره، والمذاق ديالهم يعني الكرافس والمعدنوس كيعطي واحد المذاق رائع في الحريره في الاخير. وهذه هي الحريره ديالتنا صافي من بعد ما طابت. هذه هي الطريقه ديالتي كيف ما شفتوا في التحضير ديال الحريره، طريقه اللي هي سهله وبسيطه بزاف. كلشي النساء المغربيات يعني كيعرفوا يحضروا الحريره، هذا شيء اكيد، ولكن انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالتي. هذه هي الطريقه ديالتي، الصراحه كتجي الحريره بها زوينه بزاف. ودابا غادي نمر باش نحضر معكم الصوبه ديال الخضر. انا هنا عندي قرع احمر، وعندي يعني بطاطس وجزر، وكذلك بصل، بصله صغيره ما كبيراش بزاف. كندير واحد المعلقه ديال الزبده في الطنجره صافي، وكنضيف ليها الخضر اللي عندي. انا هادو هما الخضر يعني شاركت معكم. هاد كندير بزاف ديال الصوبات ديال الخضره، ولكن بغيت نشارك معكم هذه لانها انا شخصيا كتعجبني بزاف، كتجي زوينه بزاف. كنشحروا هاد الخضيره مزيان في الزبيده باش تطلق لينا البصله، يعني المذاق ديالها ولا النكهه ديالها تطلقها لينا في هاد الخضيره هذه. انا كنشحر كل شيء بحال يعني بحال الجزر، بحال البطاطس، بحال القرع الاحمر، ضروري كنشحر كل شيء. من بعد ما كنشحروا كنشحرهم تقريبا 3 حتى ل 4 ديال الدقائق، وعاد كنضيف ليهم ماء غليان. ضروري ان الماء يكون غليان، الكميه ديال الماء يعني غير الكميه اللي غتغطي لنا هاد الخضر هادي، ونخليوها كطيب تقريبا. راه ما كتاخذش حتى 15 دقيقه باش كطيب. وكنضيف من بعد ما طابت الخضر كنضيف 2 ديال القطع ديال الجبن، ديروا مثلث، ديروا مربع اللي متوفر عندكم صافي. وكنطحن هاد الخضر هذه جيدا. ضروري انكم تطحنوها مزيان، على الاقل طحنوها واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق، لان كل ما طحنتوها اكثر كل ما كترجع كريميه وكتجي زوينه بزاف. يعني ما كيبقاوش دوك الطرف ديال الخضر. انا راه واخا طحنتها سخونه حيت عندي داك الكاس، يعني واخا كنقدر نطحن فيه داكشي السخون، رجعتها شويه في الطنجره باش تسخن قبل ما نقدمها. يعني ما تسخنوهاش حتى تبغيو تقدموها، عاد سخنوها. وهذه هي الصوبه ديالتنا كيف ما شفتوا، كتجي كريميه، كتجي زوينه بزاف. المذاق ديالها راه كيجي فعلا رائع جدا. وهذه هي الطريقه ديالتي في تحضير الصوبه ديال الخضر، وكذلك في الطريقه ديالتي في تحضير الحريره. نتمنى انهم يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم، وجربوهم في البيوت ديالكم. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، ورمضان مبارك سعيد.